على الطريقة العراقية 100%. يلا شوفوا لنا الخبز وشوفوا لنا هذا الضلع. لا سولف لي بعدها حارة. اوه شو بردها، شو بردها يا حبيبي، بس الروائح وانت تعطيك مجال. بسم الله يلا. واو الطعم خيالي يا ابطال، مقدما نعطيكم اياها. نعم تفضل تفضل. قولوا البامية تازة تحفة. البامية العراقية غير الباميات يا حبيبي، غير هبوب، غير الباميات يا حبيبي. العراقية بحث آخر. البامية العراقية بأضلاع الغنم اللي هي مخصوص للبامية. ترهم كمية البامية الفظيعة هنا متجمعة. واو نجربها بالتمن بس. كل اللحموضة اللي بيها. واو كمية ثوم طبعا تعرفون اللحموضة اللي بيها من الطماطة الحامضة. استخدمت نوع طماطة شوي حامضة. هوب 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 لا يا حبيبي. وجبة من الخيال. اليوم على الطريقة العراقية 100%. يلا شوفوا لنا الخبز وشوفوا لنا هذا الضلع. لا سولف لي بعدها حارة. اوه شو بردها، شو بردها يا حبيبي، بس الروائح وانت تعطيك مجال. بسم الله يلا. واو الطعم خيالي يا ابطال، مقدما نعطيكم اياها. نعم تفضل تفضل. قولوا البامية تازة تحفة. البامية العراقية غير الباميات يا حبيبي، غير هبوب، غير الباميات يا حبيبي. العراقية بحث آخر. البامية العراقية بأضلاع الغنم اللي هي مخصوص للبامية. ترهم كمية البامية الفظيعة هنا متجمعة. واو نجربها بالتمن بس. كل اللحموضة اللي بيها. واو كمية ثوم طبعا تعرفون اللحموضة اللي بيها من الطماطة الحامضة. استخدمت نوع طماطة شوي حامضة. هوب 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 لا يا حبيبي. وجبة من الخيال.